بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد مرجان لما خرج من البستان أسرع إلى الديوان، وتقدم إلى الملك صفوان، وأقبل عليه الوزير وسأله الأمير، فحكى لهم كل ما رآه وحديث صاحبة القصر إياه، ووصف لهم حسنها وما دار بينه وبينها، وقدم لهم سلة الذهب وفيها عناقيد العنب. عندئذ تملكهم العجب وهم يقلبون عناقيد العنب، ثم تطور العجب وانقلب إلى فضول، وأقبل بعضهم على بعض يقول: أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه. الواحد هيكدب عينيه. ثبت دهب رنان. شوف يا مولاي السلطان.